انا بحب التوم. ماشي يا استاذ. صورة حلوة بقى يا كابتن. خلي كابتن ما تنطعني. يعني انت مش عايز توصل جنب كابتن السودان. بقول الحمد لله ان ربنا حتى رضانا ورضى الناس اللي بصراحه يعني انا مش مشفق ولا زعلان غير عشان الجمهور ده. يعني جمهور بالمنظر ده، الجمهور ده بيطلع من الصخر كده لعيبه كوره. بشكرهم الاول على دعمهم، وبقول لهم معلش احنا برضه الفرقه معانا سن صغير والولاد 2003 والتغييرات كلها 2006 اللي نازله النهارده، ورغم كده واثق في ربنا سبحانه وتعالى، واثق في اللعيبه. الجهاز الفني والاداري بصراحه واقفين وقفه راجل محترم على قلب راجل واحد. بشكر اللعيبه رجاله، بقول لهم كتر خيركم، كتر الف خيركم يا اولاد. انت تبقى مثلا غلطتين في الشوط الاولاني، في اول لسه بتبدا المباراه انت خسران 1-0 بغلطه، يعني معلش يعني هنقول خطأين مش مشكله، لكن قدرنا نعوض ونرجع تاني. ربنا سبحانه وتعالى وفق، وكان ممكن يجيب جول واثنين، بس يعني بنقول الحمد لله والشكر لله. واللي جاي لتسوق افضل، بس يعني معلش الناس زي ما صبره كده تصبر شويه، لكن منتظرين لما نشوف هيبقى فيه وقفه ولا مفيش. يعني بحب اوجه الشكر للاعيبه الرجاله صغار السن النهارده اللي يعني اتحطوا في موقف صعب، يبقى متاخرين بهدفين وينتهي المباراه ب3 أهداف مقابل 2. دي حاجه كويسه، وحاجه تقول احنا عندنا ناشئين محترمين وصغار السن محترمين وناس خبرات كويسه هي اللي صنعت الفارق النهارده. وبشكر الكابتن احمد وبشكر الجمهور، ويعني احنا كنا النهارده كل شغلنا الشاغل لصالح الجمهور، والحمد لله الحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نخلي الناس ماشيه مبسوطه النهارده. والله الحمد لله. هو البدايه كانت صعبه علينا، وكان في سوء توفيق بالهدف اللي دخل في الدقيقه الثانيه بالظبط، وكان في بقى شويه دربكه في الفرقه، بس الحمد لله اللعيبه مع تعليمات الجهاز الفني والرجوله في الاداء قدرنا نرجع ونعوض ونتعادل ونكسب الحمد لله. طبعا الشد العصبي انت شايفه في اخر المباراه ده طبيعي بيحصل، بس احنا الحمد لله اهم ما في اليوم ان احنا خدنا ال3 بونت. اهم حاجه النهارده المكسب، الكل فرحان بال3 بونت. انا فرحان مرتين، لان انا ان شاء الله ده كانت اخر مباراه لي، انا مسافر، فالمكسب النهارده ده يعني اسعد حاجه بالنسبه لي. فربنا يوفق الفرقه في اللي جاي وان شاء الله مع الاداء هتبقى احسن ان شاء الله. والله احنا ربنا اللي يعلم المرحله اللي احنا بنمر بيها ووضع الكره في السوق حاليا، وخاصه الفريق الاول. يعني الوضع صعب، واحنا جينا يعني النادي طلبنا، احنا ابناء النادي وتربينا في النادي ولعبنا كره في النادي، واحنا مدربين النهارده بسبب نادي تسوق مش اشخاص، نادي تسوق. فطبعا احنا انطلبنا فجينا، يعني كنا ماسكين فرق وسيبنا الفرق وجينا عشان خاطر نادي تسوق، جمهور بسوق. طبعا جمهور محترم وعلى دماغنا وهم بيشجعونا، احنا بنطالب ان هم يكونوا موجودين. اما بالنسبه للفرقه فاحنا بنحاول خاصه مع مدير فني محترم زي الكابتن احمد مصطفى، بنحاول نوصل ان احنا في شهر واحد ان شاء الله ندعم كويس قوي باذن الله. وكذا لعيب متكلمين عليهم مع المجلس، مع الناس اللي موجوده اللي بيسيروا الامور، اللجنه اللي بتسير الامور ان شاء الله، فربنا يصلح. اما حراسه المرمى فبفضل الله من اصغر ناشئ لحد الفريق الاول الحراسه عندي كويسه جدا، والحراس كويسين جدا. الحارس اللي لعب النهارده علاء يمكن ما كانش موفق في الشوط الاول، والماتش اللي قبليه برضه يعني ما كانش موفق قوي. فطبعا ده الطبيعي في حراسه المرمى، الراجل بيلعب يديله ما تذبحوش. فانا ما حبيتش ان انا اقعد الراجل من اول مباراه، ولكن لقيت غضب ولقيت زهق ولقيت الواد مش مركز، فاضطريت اني لازم العب الراجل اللي كان بيلعب. فالحمد لله محمد عثمان مواليد 2006 وعلاء 2003 والحارس الثالث 2006 وعندي حارس فريق اول 2008. ده بيحصل في تسوق وفي نادي تسوق. وعايز اقول كلمه ان بفضل الله حراس مرمى تسوق من الناشئين للفريق الاول كويسين جدا، ويعني احنا بس عايز الناس تساند وتكاتف، لان ده مش وضع تسوق. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ييسر لنا الامر ويوفقنا في اللي جاي باذن الله. انا طلبت من الاداره من اللجنه الثلاثيه بالتحديد، قلت له ما دعمتش، انت خلاص قعدت اللعيبه الثانيه في بيتها، خلاص انا مالي، انا مش طرف، مش مشكله عندي. انا مستلم فرقه فيها 3 لعيبه، ابراهيم نزيه، مصطفى حجازي، والولد اسمه ابراهيم نزيه ومصطفى حجازي ومحمود فلاح. ما في فرقه 3 لعيبه ماشي. بين يوم وليله بقى عندك فرقه صغيره من هنا من هنا من هنا، اللي جايبينهم من بني عبيد، اللي جايبينهم من الاسماعيلي، اللي جايبينهم من كفر الشيخ. الناس بيدعموا على قد ما يقدروا، بس الولد الصغير لو انت شفت ماتش بيلا مثلا على سبيل المثال، ماتش شباب بسيون، ماسك المباراه، عامل مباراه كويسه في شباب بسيون وخسرت بالخبرات، في بيلا بالخبرات. انت بتخسر لان الولد صغير،
مش بتخسر عشان اللاعب وحش، لا ده هم عاملين مباراه بيلا بسم الله ما شاء الله زي ما انت شفت النهارده، بس التوفيق وعدم التوفيق ربنا وفق النهارده، وهو نفس الاداء برضه بتاع كل مباراه. لازم اللجنه الثلاثيه او اداره النادي يدعموا، وان ما دعمش انا بقدم التقرير بتاعي وطلبت 11 لعيب، لا يا عم انا ما طلبتش 11، خلي ال 11 انا طلبت 8 لعيب ماشي واختصرناهم ل7 لعيب، ما اقدرش انزل اكتر من كده، الفرقه قوامها كله 2006 2003 فيبقى حرام. دي سوق السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها مش هتبص لحد مدى حياتها، هيبقى فيها قوام فرقه السنه الجايه من ابناء البلد، من الولاد الصغيرين، من اللعيبه اللي جايه جديد ماشي. فما كانش في تدعيم الله المستعان ايه اللي هيحصل ما اعرفش. الحمد لله هي مباراه مصيريه، وانا النهارده لما اجتمعت مع اللعيبه الصبح قلت لهم هي المباراه ديت لتحديد مصير. المباراه لا تقبل القسم على 2، لازم الفوز عشان وضع نادي السوق وتاريخ نادي السوق ما يسمحش بوضعه في الجدول ده، فعايزين نطلع رجاله، وفعلا كان عنده حسن الظن طلعوا رجاله وجابوا لنا ثلاثه بونت. وانا بشكر اللعيبه، بشكر الجمهور اللي ساند، بشكر الجهاز الفني والاداري، بشكر كل الناس اللي وقفت في المحنه ديت، المحنه الصعبه. وان شاء الله اللي جاي اصعب، لان اللي جاي عايزين تدعيم، ومش الموضوع مش هيتسكت عليه. احنا مشينا المركب والسفينه في فتره من الفترات، انما مش هنسكت على اللي جاي. التاريخ البلد والنادي ما يسمحش بوضعه كده. الناس بنروح نلعبوهم، الناس احنا بنصعب عليهم، الناس بيستغربوا ازاي السوق وصلت للحاله والمرحله دي. فاحنا شلنا ميراث ما يعلم به ربنا، تحملنا ما لا يتحمله البشر، والحمد لله وصلنا للمرحله دي. وانا بشكر كل الناس، لان انا يعني انا اقول لك انت اول واحد اللي جاي في ملعب نادي السوق باداره نادي السوق بالقائمين على نادي السوق يقرروا مصير النادي في المرحله الجايه. احنا لغايه هنا الحمد لله، واللي هم عايزينه بقى هم اللي ينفذوه على ارض الواقع. كويسه الحمد لله، وده الماتش ده يعتبر ب6 بونت، واحنا حاولنا اتغلبنا على فريق السخا العنيد، وان شاء الله بامر الله القادم افضل ان شاء الله. واحنا عموما بنلعبوا بقوام، انت عارف يعني استاذ اسلام ناشئين وما معهمش حد كبير، ونشكر اللعيبه الرجاله، ونشكر الجهاز الفني وخد الكابتن المخضرم احمد مصطفى والكابتن عسوي والجهاز الفني كله، كابتن علاء وكابتن ابراهيم الصافي، واحنا الحمد لله احسن والقادم احسن ان شاء الله، والحمد لله ربنا اكرمنا وطلعنا مبسوطين من في اخر ماتش ان شاء الله. اهم 3 بونت بعد غياب طويل، والحمد لله النهارده ربنا غلبنا على فريق سخا وعرفنا نجيب ال3 بونت. مكان الفريق في الشوط الاول ما كانش شايف خالص نهائي، ربنا وجد معانا في الشوط الثاني وقدرنا نكسبه ونجيبوا ال3 بونت ونفرحوا البلد النهارده بتعب الجمهور اللي تعب النهارده في المدرج ده. ما شاء الله.